يبدو أن المسؤولين على قطاع الاتصال لا يرغبون في وقف مهزلة روتيني اليومي التي عرفت رواجاً على منصة اليوتيوب في المغرب مؤخراً. ومع تشجيع الوزير الوصي وكذا الناطق الرسمي لفيديوهات روتيني اليومي تحت ذريعة حرية التعبير، رفعت مغربيات بطلت هذا المحتوى الغريب سقف الوقاحة لتتجاوز يوميات من داخل المطبخ بلباس شفاف إلى فلوات من دخل لحمامة وعلاص على منزل تحت مسمى روتيني غسل زربيت أو دوش منزلي، إلى أن وصل الحد مؤخرا إلى ممارسة السحاق وإبدال مفات. فقد تفاجئ مؤخرا المغاربة بفيديوهات لفتاتين مغربيتين يقوم بتصوير مشاهد غير أخلاقية من وراء ستار شفاف، وهي الفيديوهات التي لقيت رواجا كبيرا وصلت إلى حد اعتلاء طندوس. وبدون موضوع أو فكرة واضح، وبمجرد إغراء بأسلوب غبي وواقح عدد متابعيه يبلغ الملايين، قد يستعمر الطندوس لأيام وتتحول صاحبته إلى عارض جسد أو دمية إغراء أو استفزاز بلدي، وعوض ملابس سباحة تكون جمال منزل سيد الحدث. هذا المحتوى يلاقي رواجا كبيرا على اليوتيوب ويحقق عدد مشاهدات بالآلاف وبالملايين، رغم الانتقادات التي تكتب في التعليقات وعلى تدوينات على الفيسبوك. تحول إلى ظاهرة منتشرة بشكل كبير. وتشير بعض المواقع المختصة في تقييم القنوات إلى أن مداخيله تتجاوز عند أغلب بطلات روتيني اليومي 3 ملايين سنتيم في الشهر، إضافة إلى بعض الإكراميات التي تصل على شكل مساعدات عندما تدعي صاحب القناة حاجتها للمال أو تتحول إلى الإحسان لعمومي أو تختلق قصة وهمية تتعلق بخصام عائلي أو طلاق.